الدخل ديالها، وهذا هو اللي كنطمحوا ليه. طبعا في الاستراتيجيه مخطط المغرب الاخضر اللي جا بواحد النظره وواحد كان عندنا الافتتاح ديال الدوره 58 للمعرض الدولي للورد العطري، واللي هو واحد المعرض اللي مهيكل لسلسله الورد العطري، واللي كتميز بها الاقليم ديال تنغير وقلعه مكونه يعني بصفه خاصه. معرض اللي هو كيعطي واحد الفضاء للفاعلين باش يتلاقاو، باش يتبادلوا الخبرات ديالهم، باش يطلعوا على اخر المستجدات الابتكاريه والعلميه في المجال ديال يعني العاليه ديال السلسله فيما يخص انتاج ديال الورود، وكذلك فيما يخص التثمين وسفينه السلسله التسويق. وهذا المعرض اللي ما تقامش هذه واحد 3 سنوات بفعل يعني الجائحه ديال كورونا، عنده واحد اقبال جد مهم، عارضين مختلفين ويعني فاعلين وندوات كذلك اللي غادي تصاحب هذا الاسبوع، وكذلك انشطه على الصعيد يعني المدينه. فسلسله الورود هي سلسله كتعطيها الجيل الاخضر واحد الاهميه قصوى، وغادي يكون عندنا ان شاء الله في المعرض ديال مكناس الاسبوع المقبل توقيع العقده البرنامج على سلسله الورود لاجل الهيكله اكثر وجه التنميه والنهوض بهذه السلسله اللي كان عطى لها مخطط المغرب الاخضر اولويه، واللي وصل لواحد النتائج جد مهمه فيما يخص الانتاجيه وفيما يخص كذلك الدخل، وبالتالي الدور ديال السلسله في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه المحليه.